من فترة قريبة كده كان طلع المستشار تركي آل الشيخ وقال ان السنة دي في موسم الرياض مش هيشارك لا مطربين ولا ممثلين مصريين، وحتى لو شاركوا هيكون بنسبة لا تتعدى ال10%. وده لان هو حابب ان هو يدي فرصة اكبر للخلايجة والسوريين ويديهم فرصة أكبر، لأني شايف إن المصريين هم اللي كانوا مستحوذين على موسم الرياض كل سنة، فحابب إن هو يدي فرصة لبقية الناس بشكل كبير. القرار ده من ساعة ما نزل يعني حصل عليه جدل كبير جدا، وفي ناس شافت لا يعني قرار مش موفق وأفضل إن المصريين لازم يكونوا موجودين، لأن الفن المصري يعني حاجة معروفة في الوطن العربي كله، ولازم ان هم يكونوا متواجدين في اي مكان. وفي ناس اللي شافت ان عادي يعني مفيش اي مشكله، بالعكس ده كده عادي يعني كده او كده افضل. الحقيقه ان في فنانين كتير طلعوا اتكلموا عن الموضوع ده، من اهمهم كان الفنان محمد هنيدي، واللي كلامه عمل جدل كبير جدا ما بين الناس. قال ايه بقى محمد هنيدي؟ قال: شهادة حق، من 5 سنين مع بداية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية كنا أول مسرحية مصرية تعرض في المواسم الترفيهية، وبعدها وبعدها اتعملت عشرات المسرحيات والآلاف من الحفلات، وكل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص. كان في تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات. دلوقتي المملكة أعلنت إنها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات، وواجب عليا إني أحترم قرار الدولة. قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة، أنا ونجوم وعاملين كتير جدا، ودايما الود هيبقى موصول. شكرا المملكة العربية السعودية، شكرا المستشار تركي آل الشيخ، وبالتوفيق. ده الكلام اللي كتبه محمد هنيدي بخصوص قرار المستشار تركي آل الشيخ، واللي عمل جدل كبير جدا ما بين الناس، وشافوا ان هو كان غير موفق في المنشور ده. ويمكن مش هو بس اللي اتكلم عن الموضوع ده، كمان الإعلامي عمرو أديب وممثلين كتير جدا كتبوا عن الموضوع ده، فحصل جدل كبير جدا ما بين الناس. فقولوا لنا فعلا شايفين ان رأي محمد هنيدي كان موفق يعني او صحيح في الكلام اللي هو كتبه، ولا هو كان غير موفق في المنشور ده؟